أهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حلقة جديدة مع سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، تكشف فيها عن توقعاتها الجديدة لمباراة المنتخب المغربي أمام منتخب هولندا في دور 32 من بطولة كأس العالم 2026. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى تصل لكم جميع التوقعات والتحليلات الخاصة بمباريات كأس العالم. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في كل مكان إلى ملعب مونتيري في المكسيك، والذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الهولندي في لقاء قوي ضمن منافسة دور 32 من كأس العالم. وقبل أن نستعرض التوقعات دعونا نتعرف أولا عن تفاصيل هذه المباراة المهمة. تأتي هذه المواجهة بعد أداء المميز الذي قدمه المنتخبين خلال مرحلة المجموعات، حيث ظهر كل منهما بمستوى قوي، وهو ما جعل كثير من المحللين يتوقعون مباراة متكافئة ومليئة بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة. وتقام مباراة ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو في تمام الساعة 4 فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو في تمام الساعة 4 فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية فجرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على ملعب مونتيري بالمكسيك. ووصل المنتخبين إلى دور الإقصائيات بمعنويات مرتفعة بعد النتائج القوية التي قدمها كل منتخب في دور المجموعات، حيث نهى المنتخب المغربي مشواره في مركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط دون أن يتعرض لأي هزيمة، بعدما تعادل مع برازيل بهدف لكل فريق، ثم فاز على اسكتلندا بهدف دون مقابل قبل أن يتغلب على منتخب هايتي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، ليحل واصفا بفارق أهداف فقط خلف منتخب برازيل. أما منتخب هولندا فقد تصدر المجموعة السادسة بعدما حسم المركز الأول بفوزه في الجولة الأخيرة على منتخب تونس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. وتجمع هذه المباراة بين مدرستين كرويتان تعتمد كل الاعتماد على السرعة والانتقال السريع من مدافع إلى هجوم، وهو ما يزيد من القوة والإثارة هذه المواجهة. وقد ظهر منتخب المغربي تنوعا واضحا في حلول هجومية، خاصة خلال المباراة الأخيرة أمام منتخب هايتي، والتي سجل خلالها 4 أهداف، في مؤشر واضح على استعادة مهاجمين لحس تهديفي، مع التألق اللافت لكل من سفيان الرحيمي وأشرف حكيمي في جانب هجومي. وفي المقابل ستكون معركة خط وسط والدفاع من أبرز مفاتيح اللقاء، حيث يمتلك المنتخب الهولندي عناصر مميزة في الاستحواذ وبناء الهجمات، بينما يعتمد المنتخب المغربي على تنظيم دفاع قوي والانطلاقات السريعة في هجمات مرتدة. والآن نصل إلى التوقعات، حيث يرى عدد من المحللين الرياضيين إن مؤشر الفنية تجعل حظوظ منتخبين متقاربة للغاية، وإن ورقة الرابحة للمنتخب المغربي ستكون في روح جماعية وانضباط دفاعي، وهو أسلوب الذي نجح في إحراج المنتخب برازيل خلال دور المجموعات بينهما. بينما يعتمد المنتخب الهولندي على خبرة اللاعبين في مواجهات كبرى، كما يرى البعض أن المباراة قد تمتد إلى شوط إضافي أو حتى ركلات ترجيح.
إذا استمر حظر تكتيكي بين الفريقين. أما بعودة إلى التوقعات، السيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف فقد حظيت توقعاتها باهتمام واسع من الجماهير مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، وخاصة بعد تأهل أسود الأطلس إلى دور 32. وجاءت توقعاتها بشأن مشوار المنتخب المغربي في بطولة بصورة إيجابية ومتفائلة، حيث أكدت في أكثر من ظهور إعلامي إن أجواء الرياضية في المغرب ستشهد جودة جديدة من الفرحة، مشيرة إلى أن الحظوظ ستكون إلى جانب المنتخب المغربي، وخاصة في مواجهة المرتقبة أمام منتخب هولندا. أما مفاجأة الكبرى فقد تمثلت في تصريحها بأن المنتخب المغربي سيكون أحد أبرز مفاجآت البطولة، وسيصنع حدث خلال دور الإقصائيات، وسيجذب أنظار العالم بأدائه المميز. واختتمت ليلى عبد اللطيف توقعاتها بتمنياتها بالتوفيق للأسود الأطلس، معربة عن أمالها في تكرير إنجاز تاريخي للمرة الثانية والثالثة، مرددة عبارتها الشهيرة ديما مغرب. هذه كانت جميع التوقعات التي جمعت بين آراء المحللين الرياضيين وتنبؤات ليلى عبد اللطيف بشأن مباراة المغرب وهولندا في دور 32 من بطولات كأس العالم. وفي الختام أشكركم جميعا على حسن المتابعة، ولا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باي باي.